مرحبا حبايبي، بما انه احنا كلتنا بشيكاغو محصورين وما عندنا طلعة وباردة وما عندنا خبز، قررت اعجن واخبز. طبعا كانت عندي انا من كنت بالعراق اعرف شوي اعجن واخبز، علمت من عيالي. بما انه قلت عندي صاجة وعندنا طحين فقررت اعجن. طبعا الطريقة مالتي بالعجن هي طلعتها من اليوتيوب. طحين وخميرة وبيكنج باودر وملح، عجنتها الى ان اصبحت بهذا الشكل، طبعا بالماي الدافي. راح اغطيها بالتشيز، وعندي بطانية ابني صغيرة طبعا ما اريدها ضامتها، قلت خلي الفها بيها واجرب هاي اليوم التجربة الاولى وياكم حبايب قلبي. طبعا هنا انا همين حضرت حشو من اللحم والكرفس واللية، قلت خلي اسوي اذا بقى من العجينة اريد اسوي همين اجرب خبز عروق. اليوم تحديات بمناسبة الثلوج اللي نزلت عندنا بشيكاغو باردة ولابدين ببيوتنا، قلت خل اطلع ابداعاتي اليوم عليهم حبايب قلبي، وان شاء الله تنجح الفكرة مالتي. هنا أنا سويت الطرش الأحمر، همي أنا قلت ما طول عندي طرشي اليوم كله لين لابدين بالبيوت. طلعت الإبداعات كلها، طبعا راح أنزلكم طريقة العمل الطرشي بأول التعليقات إن شاء الله. هنا أنا العجينة بدت عندي تختمر، وهنا هذا الطرش باعه شلغم والشوندر. هسه هنا بعد ما مرت عليها تقريبا ساعتين، شوف العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن صارت بهذا الشكل. قلت يا الله بدت يعني تنجح عندي الخطوات. بس شنو حضرت وياها حتى ابدي اسويها شنقات، هاي المدورة دهن. حضرت دهن حتى اجرها بايدي، حضرت الصينية وخليت فيها الطحين حتى اسويها شلون حنقول شنقات شنقات، واخليها ترتاح تقريبا همينة ربع ساعة. شوفوا حبايب قلبي، هنا انا شنقتها بهاي باعي بالدهن، شو صارت عندي اسهل. وراح اغطيها فد 10 دقايق. وهنا حضرت عجينة الخبز العروق، هم قلت خلها جازف اليوم كلها مجازفة. والله كرم تنأكل ان شاء الله، ادعولي بقى حبايبي. فاتحة الشمعة وخالة خبز العروق. هنا انا بديت بهاي الطريقة، انا تعلمت من عيالي، كانت ام زوجي تفتح الشنقة وتظل تدوس عليها بالأطراف وبعدين بالنص تظل تدوس عليها، هاي اللي أتذكرها. وأظل عادة شنو أظل أفر بيها منا ومنا وأخليها على هاي اللي يسوون بيها مالت الخبز. هاي طبعا زوجي سوى لي إياها بسرعة، قلت له بسرعة سوي لي إياها. ظلت أفتحها بهاي الطريقة. شوفوا حسيت بها بدأت تنجح يعني. هاي طبعا صار لي سنين والله ما عاجنة ولا خابزة، بس من شت عند عيالي بديت أتعلم عندهم. وهاي أول ما بدأت الخبزة الأولى طلعت قلت خل أراويكم إياها. طبعا ابني كبير جوعان قلب لي الثانية، كلش كان مستعجل بس فرحان، يقول لي ماما حلو خوش تخبزين. وهنا أنا همينة هاي عجينة الخبز العروق همينة جربتها، هم طلعت فشي كلش تحفة. طبعا أكلوها، هاي جاي أحكي لكم إنه بعد ما أكلوها يعني. شوفوا هاي حبايبي نجحت عندي خبزة العروق ما شاء الله تبارك الرحمن حبايبي. شوف البرد يعني شي يسوي البرد، يخليكم بالبيوت قاعدين وتظلون تبدعون. وهنا أنا الطرشي بعد كمينة كملته وصار جاهز. طبعا بعد اسبوع يلا نفكه، هم راح انزلكم اللينك مالته باول التعليقات. شوفوا الطريقة مالتي. هنا طبعا هاي قبل العاصفة عزمنا ببيت سوريين انا وصديقتي، رحنا مسوينا الكبة اللبنية والتبولة والحلويات، استمتعنا بهاي اليوم. حبيت انزلكم اياها. هنا المبروشة انا مسويتها مالت الدبس. حبايب قلبي استودعكم بالله ومع الف